أهلا وسهلا بالجميع على قناتي باليوتيوب. معكم سير بسرتشان، قناة الرسم والموسيقى. اليوم رح نحكي شوي عن أقلام الرصاص اللي مثل ما مبينة هون. عنا أقلام الرصاص الخشبية وعنا هون أقلام الرصاص الريش. طبعا مثل ما هو معروف الأقلام الرصاص في منها درجات كتيرة، واللي هي أوسطها الاتش بي، واللي الغوامق ب، والفاتح بيكون الاتش اللي هي الهي. مبينة هون، مبين معنا كيف انه فاتح، ومبين معنا هون الاتش بي كيف انه وسط، وانه البي هو الغامق. طبعا هون انا رسمت بالبي، وهون بالاتش، هون بالاتش بي، بس هي مو الالوان الحقيقية. طبعا الاتش بي هون هي حقيقية، بينما التانيين مثل ما شايفين في 3 درجات للفاتح، هون عدة درجات للغامق. طبعا لسه في افتح ولسه في اغمق، بظن ما في، لانه هاد هو مثل ما مبين هون 8 ب، يعني 8 درجات غامقة. هي ما بعرف اذا مبين، صح مبين هون. طيب بكل قلم انا رح احاول ارسم خطوات صغيرة مشان يبين معنا تأثيرها. طبعا دفتر الرسم كمان له دور، وإن شاء الله بفيديو لاحق رح نحكي عن دفاتر الرسم أيضا. مثل ما شايفين هذا اللون غامق جدا، هذا بيت ماني، درجة الغمق تبعه. كمان هذا بيت ماني، كان عندي احتياط. هذا هون البي 7. البي 7 ما راح يفرق كتير، لأنه يفضل بين كل لون تكون درجتين لحتى تبين معنا. راح نرسم هون كمان كذا خطوط، مثل ما ملاحظين يعني ما في هالفرق الكبير يعني. هي 7، وهي هون ب 6. تمام. هون عنا راح نحط هدول على جنب، بس نفتح مجال راح نحكي فيهم بعد شوي. هي 4، هي 4 ب. وهون عنا 2 ب. هون كمان عندي 2 ب، بس هذا حجمه كبير. ليش جبته حجم كبير؟ لأنه الاتش بي مثلا، عفوا البي 2 بستخدمه كتير، إن كان لخلفية أو للون الشعر أو للبس.
طبعا راح انزل فيديوهات منها رسمهم رسم مباشر، ومنها رسمات منتهية كمان، مثلا مرسومة كاملة، وبكل جزء شو الدرجة اللي أنا اللي استخدمت بضمنها. ف إنه مشان ما أخسر كتير قلم الرصاص تبعي، لأنه هدول الخطوط ناعمة أحلى، فوقتها بستخدم هذا يعني حجم كبير، بيوفر علي مساحة ووقت إيه وهيك. فمنشان هيك اخترت كتير، لأنه يعني مريح أكتر. هلا بنجي للبي. نكبر شوي لأنه طبعا أصدقائي بين كل مقاس ومقاس هو فيه، مو إنه ما فيه. هلا في 3 بي كمان، هون في 1 بي، هلا هون في 5 بي، مثل ما شايفين هون في 7. بس هدول أنا يعني ما اشتريتهم، لأنه مثل ما ملاحظين هون. راح أحاول أغمق شوي هون مشان نكبر هون مثل صديقاتها مشان يبين معنا. مثل ما ملاحظين يعني واحد ما بينتبه انه في فرق كتير بيناتهم، ما بين هي وهي وهي. فمنشان هيك يعني ما بعرف، انه هاي نصيحتي، انه بين كل لونين تشتروا لون هيك يعني. هذا كان 6، هذا كان 4، هذول 2 2، هاي البي، وهلا هون الاتش بي. لانه انا اذا بدي اللون السبعة مثلا بنفس القلم فيني فتحهم، شايفين مثل ما شايفين بهي الزاوية هون مثلا بتطلع نفسها، او بهذا القلم بغمقه فرح يعطيني النتيجة 7. فمنشان هيك يعني تختاروا بين كل درجتين. انا هذا نصيحتي، فانتوا احرقوا شو بتستخدمون، او على التجربة رح يبين معكم. تمام. هون الاتش بي، هون الاتش بي اللي هو لما كنا صغار كنا نستخدمه او نشتريه وناخده معنا على المدرسة. مثل ما شايفين هذا هو اللون الرصاص الأساسي، لا هو لا غامق ولا فاتح. وهلا الفواتح هون طبعا ما بين اتش بي ما عاد في لون، خلص هاد وهون راح يجي الاتش هون هيك. هلا هون انا عم غمقه كمان، ما عاد يعطي اغمق من هيك، واذا فتحته فراح يتلاشى. وهون اعزائي هلا هون في لون، هون في 1 اتش بس انا ما اشتريته. هلا اللي بايدي هو 2 اتش اللي هو هون. في شيء انتم ما لاحظتوه، انه كل ما صار اتش كل ما صار افتح كل ما صار قاسي. اذا ملاحظين راسه مبري، وكل ما انا امشي فيه يعني هو قاسي، يعني ما بيندمج مثل الاتش 8 او اتش 6 او 4، عفوا البي 8 بي 6 بي 4 بي 2. كل ما يعني بيغمق كل ما بيصير هيك أطرى، وهيك بيقترب للون الفحم، هيك بيصير طري يعني. هذا آخر قلم عندي. اللي هو 3 ما اشتريته.
4. هاي رقم بعده شوي. 4 اتش. هاد اغمق شي عم غمق يا شباب ويا صبايا، بس ما عم يعطي نتيجة. هذا هو اللون الفاتح. وعلى الأفتح على حد علمي فيه، ايه فيه، بس أنا ما اشتريت لأنه مثل ما هلا حكينا إنه أنا لو فتح بهدول راح يطلع معي أفتح. يعني فينا نقول إنه هون 4، هون فينا نحسبه 3، هون فينا نحسبه 2، هون فينا نحسبه 1 كمان، كرماله عم يفتح إذا ملاحظين. أوكي. طبعا الماركة ما بعرف إذا حكينا عنها ولا لا، هي الفابر كاستيل. الفابر كاستيل هي ماركة ألمانية، الصناعة ألمانية جدا حلوة. هلا هون راح أفرجيكم الماركة، بس يعني طبعا إنه هي ألوان، طبعا بيكون نفس هذا الطقم بيجي أقلام رصاص كمان. فابر كاستيل هاي اللي بنصحكم فيها إذا توفرت عندكم. اوكي، هلا نحن حكينا شوي عن الاقلام، عن الدرجات مثل ما شايفين من الغامق للفاتح. رح نحكي شوي هلا عن استخداماتها. مثلا انا بدي بلش بصورة، بدي ارسم صورة. اوكي، طب رح نعمل هيك مجال صغير بعدنا هيك شباب. لنفترض بدي ارسم مثلا وجه، او ليش وجه، تفاحة، لا وجه، هاي وجه، هاي عين. مثلا بدي ارسم انا الخطوط الاولية، تمام. مثلا هو اهم شي طبعا بالدروس الجاي رح نحكي فيها كيف بدنا نرسم وكيف لازم تكون، بس هلا هون انه شرح هيك بسيط كمان وسريع. انه اكيد الخطوات الاولى رح تكون مثلا فاتحة، انه حرام ارسم باللون الغامق يعني، ها. بعدين اذا بدي امحيه رح يصعب عليه محيه، تمام. هلا هون حتى اذا ما محيته بجوز يندمج مع الالوان اللي بدي ارسم فيها، وما في داعي اصلا. يعني في رسامين ما بيحبوا انه يمحوا يعني، او يشيلوا المحاي او قلم عفوا المسطرة، او احيانا البراية كمان. اوكي. فالالوان الفاتحة هي بتساعدك بإنشاء اللوحة، مثلا الحركات الأساسية، مثلا هذا الرأس فينا نقول مثلا، مثلا كيف بدك تحدد مكان العيون، الأنف مثلا، الأذنين، حركة الفم، الشعر مثلا، الذقن. يعني بدك ترسم مثلا رسم الخطوات الأساسية بقلم فاتح وبحركات جدا فاتحة. هاي كمبدئيا. وإذا مثلا أنت بلشت مثلا رسمات، مثلا نفترض هون عين وهون عين، وهون مثلا حركة الأنف وكذا. أوكي، طبعا هذا بشكل سريع وكذا، يعني ما تحسبوها علينا لوحة أو رسمة. أوكي أوكي، بشكل افتراضي يعني، ها. فيك تستفاد بهذا القلم بتعبئة الوجه مثلا، اللون الفاتح مثلا، ها. فينا نستفاد منه مثلا كلون فاتح، ها.
وطبعا مثلا بدك تغمق بنفس القلم بذاته، اصلا اذا انت مشيت عليه مرة مرتين ثلاثة كذا رح يغمق معك. مهم. اذا تغمق بايدك. مهم. كيف مثلا مناطق الظل بغمقه. مثل ما هلا حكينا هون انه الفاتح بيكون قاسي، ف وتكونوا حذرين انه ما تضغطوا، فمن شان هيك في الوان اغمق. هلا بجوز انا مثلا غمقت هون يعني مو محبوبة، بس انا حبيت فرجيكم انه هي مثلا كل ما انت غمقتها بتغمق. لنفترض بدي غمقة اكتر، مثلا هلا هاي اتش 5 عفوا اتش 2. اوكي هون لانه هاي الجورة العين فيها جورة يعني. اوكي أه حبيت اوضح لكم مثلا في حال بدك تدمج. هلا مثل ما الكل بيعرف طبعا في عدة للدمج، إن كانت أقلام ورقية اللي منها مقاسات وكذا. طبعا ما حاب أحكي فيها هلا. راح أخصص فيديو خاص نص لطريقة الدمج بعدة طرق، و... وحتى عن المحايات وأنواعها كمان راح أعمل فيديو. حتى دفاتر الرسم أنواعها واستخداماتها كمان راح أعمل فيديو. فإن شاء الله بالمستقبل بنحكي فيها. كلمة سريعة إنه إذا بدك تدمج هدول الألوان عفوا بدك يعني هيك تمحيهم بتكون شوي صعبة. ليش؟ لأنه مثل ما قلت لكم هلا إنه قاسية. هون كرماله أطرى مثل ما شايفين، بينما هون صعب. يعني تقريبا ما في نتيجة كمان أصلا مثل ما شايفين. بينما هون بلمسة وحدة بيطلع معي الدمج، وكرماله عم بيخف. إذا بيطلع من قطش بيه تمام، ومن تحت صارت صعبة. فمن شان هيك فببداياتها ما تغمقوا. أنا غمقت قصادة من شان إنه للمبتدئين اللي مثلا بيخافوا من القلم ويستخدموا كذا، إنه ما بيغمقوا، أو في منهم بيغمقوا ما بيرحموا اللوحة كمان. ما بيصير مغمق. فمن شان هيك في الألوان الأغماق والأغمق والأغمق. بظن القطش عفوا البيت 8 هو أغمق شي بين الأقلام الرصاص اللي لحد هلا شفته. بجوز في أغمق ما بنعرف، لأنه التكنولوجيا أو العلم كرماله على عم بيخترع شغلات أغمق وأغمق وأحسن. أغمق من هذا بيكون الفحم، ألوان الفحم وبريزما كلر بنحكي فيها بأيام الجاي إن شاء الله. أوكي هلا معاي الأرش، ما راح يفرق بس إنه بشكل تقريبي مثلا.
حاول اختصر عليكم عشان ما نطول عليكم بالفيديو. هلا هون ال اتش بي. احنا نرسم الخطوط التقريبية كمان، هي ما هي 100% بس انه هيك. طبعا انتوا اكيد ما راح ترسموا بهاي السرعة. اذا حابين تطلع مثلا انه تكون لوحة بدقة ترسموا على 100 مع هالكود، لانه الصبر بالرسم جدا مطلوبة. انا عم برسم واكيد راح اخربط كتير تفاصيل ما راح انتبه عليها من السرعة. بس انه يعني الفكرة ما كانت انه بالرسم انه نحكي بالاقلام بس، تورطنا صرنا لازم نكمل الرسمة والا راح تقولوا ها ليش ما كمل. مم، مم، مم. طبعا الواحد يرسم عفوي مصيبة. ما بيعرف الواحد المعالم والحركات الملامح كيف راح تكون يعني. وإن شاء الله راح نحكي بدروس كيف نرسم العين لحال، كيف نرسم الأنف والإذن والتم، حركة الرأس والكذا. وبتمنى إنه مثلا كل شي بيصعب عليكم تكتبوا لي إياها بتعليق، من شان إنه أنا أدرس الموضوع وأحاول أشرح لكم شو هي طبعا تشرحوا الصعوبات اللي بتمر معاكم، ونحاول إحنا مثلا آه، أشرح لكم كيف تتفادوها ولا. أوكي. هاد كمان كان عشرين. هون قلت لكم انه انا بستخدمه كتير مشان مثلا اوفر على حالي مثلا مساحة كبيرة. مثلا انا بدي ارسم حوالي مثلا، ما بدي مثلا الخلفية غامقة مثلا هي. مم. شايفين بكل سهولة وفرت على حالي تعب، وفرت على حالي حق قلم جديد. مم. مثل ما ملاحظين عملت درجات، وكأنه مثل ما كنا عم نحكي مثلا هون الغامق الثمانية بي وستة وأربعة واثنين وأتش بي وللأفتح وهيك. آه. أنت فيك تتحكم فيها، بس هن عاملين هيك ليسهلوا عليك للاحترافيين ولا للمبتدئ، وإلا للمبتدئين للحالتين يعني بتسهل عليك. للمحترفين مثلا حابين مثلا شايفين مثل ما شايف مثلا دقة غامقة هون وهون فاتح هون كذا، ما بيحبوا هيك، بيحبوا مثلا يرسموها 100% صح، فبيستخدموا مثلا لون موحد. اللي نفترض هذا مثلا رح يكون مثلا آه، باثنين بأربعة، فبياخدوا الغامق نفس هذا اللون وراح يطلع كله لون واحد. بينما للمبتدئين أو للمستعجلين فراح يرسموه هيك بشكل عفوي. هلا ما راح نضل نتأخر بالرسمة. اوكي. أه... اوكي. مم. حتى بهذا
قلم الدمج كمان فينا نتحكم باللون، إذا بتغمقه بيغمق معك، يعني إذا مشيته على منطقة وحدة وبيعفق بيغمق، وإذا فاتح وهيك ورخيت إيدك بيفتح اللون معك، وهكذا. وهذا البي، هذا البي 2 ب 4 لنفترض البي 4 مثلا راح آخذ العين مثلا نوعا ما العين مثلا أغمق شيء بالوجه نوعا ما، البق بقى مثلا خاصة. طبعا بالأيام الجاية رح ناخد درس مفصل، أو يعني رح نحكي كمان أكتر وأكتر، يعني هذا اليوم بس إنه حبيت أشرح شوي، ومثل ما قلت لكم تورطت بالرسم. ها طبعا لا حدا يقول لي ليش مو حلو أستاذ، هذا عفوي طلع. ها مين هذا ما بعرفه كمان. مهم. مهم. أوكي. الشعر إيه ليش لا. مثل ما قلت لكم راح تمرق علي كتير ملامح ما راح أقدر أرسمها كلها بشكل عفوي. آه، راح نفتح هيك حركات الشعر مثل شوي بالمحاي، هاي بالأيام الجاي رح نحكي فيه. أوكي. بتكون خصلات أغمق من خصلات، والبعيدة أغمق من الأكيدة، فمنشان هيك بنحمل الأقلام الأغمق والأغمق والأغمق. وهذا السبعة هون 8.
مثل ما قلت لكم مو المهم رح نرسم ان شاء الله شيء يصير خاطركم. المهم اصدقائي انه كيف الاقلام مثل ما شفتوا استخدمناها من الفاتح للغامق، يعني درجة ورا درجة. و يا هلا رح نحكي عن الاقلام الريش اللي تخبت هون. اها هلا اوكي. نسبة لأقلام الريش كمان في شي حلو هون. طبعا أكيد الريش كمان في الدرجات الغامقة مثل ما حكينا هون، مثلا من الغامق للفاتح. أوكي. أكيد في الريش الألوان الغامق للفاتح. ورغما عن ذلك في عندك من التخين للرفيع، يعني بجوز انتم ما عم تشوفوا. هذا رقمه 1.4 للي حابب يشتري. طبعا هدول كمان ماركة فابر كاستيل، وهي الأوريجينال الأصلية طبعا. 1.4 هون مثل ما شايفين مبين عليكم شقد انه غامق خطه، ها مبين تخين. هات كمان اصغر منه، هات 1.0. اوكي. وهذا مثل ما عم تشوفوا كمان تخين بس ارفع منه. طبعا بين هذا القلم وهذا القلم كمان في واحد مثلا متوسط، بس انا فضلت هالاحجام هاي. هلا هذا 0.7 هذا عالمي. اللي عم تشتروا بالمكاتب هن هدول مثلا، اللي ما عم يشتري يعني عفوي مثلا هيك. هاد كمان اعتقد مثله مثل هاد كمان. لهاد لأنه على جنب اشتغلته، أو هذا كان بيتخن معنا أكتر. الخطوط قصدي مهم. مهم. انت أدخل من هيك شبك. وهون 0.5. لولا هذا العالمية أنا ما أتذكر. إيه 0.5 هو العالمي، مو 7. بس الاثنين يعني شغالين موجودين بالمكاتب. هذا احترافي. هذا ما بعرف إذا بتشوفوه. أوكي راح أكتبه هون. ها هاد 0.35 يا فول 35. هاد ناعم جدا. طبعا إذا بدي نعمه بينعم لسه أكتر. هاد احترافي، مثلا بدك تبلش بأول لوحة بدك تستخدمي هذا القلم، أو مثلا ملامح ناعمة مثلا. طبعا ليش الريش مخترعينه جديد؟ عفوا بمقاساته. طبعا قديما كان كله مقاس واحد اللي هو 5 ولا 7. هلا منعمينه ومتخنينه كمان. لأنه مثلا بدي أرسم الرموش، إذا بدي أرسم بهاد يعني إلا ما كرماله عم بيتخن وتعال ابري وشيل وحط وخربط معك مصيبة. فمنشان هيك هاي بتكون عملية أكتر. مثلا خصلات شعر مثلا، ها خصلة شعر هيك ناعمة بيعطيها جمالية غير شكل. ها زائد الرموش الناعمة مثلا. ها أحيانا بيكون هيك رموش تحت العين فوق العين. انتم ما عم بتشوفوا للأسف، الكاميرا ما هي احترافية، كاميرا موبايل. وإن شاء الله بالمستقبل إذا الله قدر وصار معنا المبلغ رح نشتري لكم كاميرا هيك أوضح تشوفوا فيها كل الملامح. وهيك مثل ما قلت لكم مثلا أغمق يعني أسهل يعني من البري وهالأمور هاي، فاستخدامه سهل. فمنشان هيك يعني بإمكانكم تستخدموا هدول، يعني حتى بتحطوه بجيبتكم وبتروحوا، مو مثل القلم الرصاص.
في فكرة تانية كنت حابب أحكي لكم إياها. آه، إيه، إنه هاي الأقلام الريش شوي غالية، بس كمان حقه بقلبه يعني. ليش؟ لأنه هاد أنت وعم تشتغل فيه، ما بعرف إذا ببين معكم ولا هيك، راح أحاول. أيوة، هلا أنتوا عم تشتغلوا فيه، مثلا بيكون الريشة أكلت منه، هي منه لحالها بيرجع الحديدة، يعني مشان ما يخدش دفتر الرسم تبعكم. زائد انه بظهره في محاية، وهي عن طريق اللف بيطلع وكذا، عشان تكون مستعجل. يعني بيوفر عليك براية ومحاية وقلم رصاصي، كله بقلم ريش واحد. صغير بس مفعوله كبير. هي كمان بظن ايه بظن بقلبه في محاية، هذا كان مخبى. حتى محاياته ليش بحبهم هيك ناعمين، في الواحد يستخدم يعني معالم ناعمة مثلا مثل الشعر، مثل لمعة، أي حركة حابين ترسموها مثلا تطلع جدا حلوة. مثل ما قلت لكم انه ظهرها محاي كمان. هاد كان مشوارنا اليوم لأنواع الأقلام الرصاص ودرجاته واستخداماته. مثل ما قلت لكم بالمستقبل إن شاء الله رح نشتغل فيهم ورح تشوفوا النتيجة كيف. راح أخليه هيك مشان يبين معكم الدرجات وكذا. أصدقائي الموجودين معنا بالقناة، إن كان عجبكم هذا الفيديو اضغطوا لايك واشتراك. وإذا لكم أصدقاء مثلا بيحبوا الرسم وكذا وحابين يتثقفوا بأمور الرسم كمبتدئين ولا بيحبوا يزيدوا مهاراتهم، شاركوهم هالفيديو والفيديوهات الجاية. وإن شاء الله مثل ما وعدتكم بالحلقات الجاية رح نحكي فيها أكثر وأكثر عن المحايات، عن دفاتر الرسم، عن الألوان، ورح نرسم مع بعض. وأي آرائكم، أي تعليقاتكم، أي شيء اكتبوا لنا بتعليق، وإن شاء الله رح نحققه بفيديوهات. لكم جزيل السلام، وأسفين كتير على التأخير، وأوقات حلوة بتمناها لكم.